حسام بيحب ويكره. حسام حسن بيجامل. لما تلاعب خالد صبحي ومقعد حسام عبد المجيد بره ممكن تكون مقنعه. لما تلعب محمد هاني وهو في اسوأ حالاته وتريزيجيه وهو في اسوأ حالاته، تلعبهم الاثنين اساسي، ممكن نلاقي لها حل. لكن كونك تلعب أسامة فيصل أساسي على مصطفى محمد لاعب نادي نانت الفرنسي المتألق، دي اللي ملهاش أي سبب ولا أي معنى. ده اللي يخليك تقول إن حسام حسن بيحب ويكره، تقول إن حسام حسن بيجامل مين؟ بيجامل الأهلي. أيوة، ملهاش منطق غير إنه بيجامل النادي الأهلي. حسام حسن بيحب ويكره. حسام حسن عارف انه مصلحته مع النادي الاهلي، عشان كده عامل حساب النادي الاهلي في كل اللعيبه اللي بتلعب في منتخبات مصر. حسام حسن النهارده ما قدمش اي خطه فنيه، اي شكل فني للمنتخب لم يظهر امام منتخب اثيوبيا الضعيف. كسبنا 2-0 بركلات الجزاء. لو اي مركز شباب، حتى لو مركز شباب سفند العرس بيلعب اثيوبيا كان كسبها، وفزنا على اثيوبيا هدفين للا شيء بركلتين جزاء. وان شاء الله لما نلاعب بوركينا استرها يا رب علينا.